السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد مشاهدينا الكرام. أولا لا ننسى أن نصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا في هذا الفيديو حبينا نتكلم عن موضوعين، وأيضا رد بعض الأفارقة على يعني الترند اليمني الجديد، وهو ترحيل الأفارقة والحبوش من اليمن. وفيديو مهم جدا وفيه كلام مهم ومنطقي وحقيقي، وأتمنى من الجميع أن يسمع الفيديو للنهاية، ما تخسرون شيء وتتفاعلوا معه لتصل الرسالة للجميع، يدري الواحد إيش له وش عليه. وأولا بالنسبة لحادث الباص، يعني كلام لا غبار عليه. السبب الحقيقي لحادث الحافلة القصة مش صدفة ولا عطل فني مثل ما يحاولوا يقنعونا. السعودية دائما تمنع دخول أي باص موديل قبل 24 حرصا على سلامة المسافرين اليمنيين، لكن المصيبة الكبيرة تبدأ بعد الحدود. أصحاب الشركات لما يوصلوا العبر ينزلوا الركاب من الباص الحديث ويركبوهم باص قديم متهالك، ويرجعوا الحديث للسعودية محمل بالبضائع. يعني سلامة اليمني تنتهي عند الحدود للأسف. لا نظام يحاسب ولا ضمير يراقب، طالما المواطن في بلاده بلاش بيظل يموت وهو ساكت. فحسبنا الله ونعم الوكيل. السبب مش في صناعة الباصات، السبب في غياب الرقابة وانعدام المسؤولية، لأن الباصات اللي محترقت توقفت في نص الطريق، صار على أعطال وكأنها تصرخ ارحموا من فيها. فأين الرقابة وأين للأسف غياب الدولة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا قلنا لكم يتمهزلوا بحياة المواطن اليمني.